طب ليه الحاجات دي مش موجوده؟ ليه ما حدش قال الحاجات دي قبل كده؟ ايه ده صديقي؟ انت ايه جواك هنا؟ ثواني اظبط البتاع ده عشان اشوفك كويس. انا عارف لو انا فضلت استنى اللحظه المثاليه علشان اصور الفيديو ده، فانا عمري ما اصور الفيديو ده، فصور على الله بقى. تمام. في الفيديو ده هتكلم عن 7 نقط مهمه جدا. كتير مش بيتكلموا عنها، ولو انت مشيت بالنقط دي باذن الله ان شاء الله فعلا هتتفوق في ثانويه عامه. تمام. اوكي تمام. مش هقعد اكتب مكان. وال7 نقط دول انا كاتبهم هنا اصلا، بس انا هقولهم كده كده، انا هقولهم. تمام. فاول نقطه حته في وقت المراجعه، في فتره المراجعات. اول نقطه هنتكلم عنها حته سرعه اكس 2. تمام. لو في شخص بيفهم بسرعه اكس 2 وشخص بيفهم بسرعه اكس 1، فملهاش لازمه ان الشخص اسمه يفهم بسرعه اكس 2 شغله على سرعه اكس 1، ما كده بيهدر الوقت او بيضيع وقت. فخصوصا فترة المراجعات انت محتاج تحل كتير، فانت مش محتاج مثلا لو في سؤال انت حليته صح فانت محتاج اسئلة تانية انت تغلط فيها، توفر الوقت اللي انت بتضيعه على اسئلة تانية انت بتغلط فيها. فانت تقدر تسبق عادي او تشوف اللي انت عايزه او تاخد اللي انت عايزه. ودي اهم حاجة، انك انت بتظبط الفيديو اللي قدامك على مزاجك، مش هو اللي بيظبطك على مزاجه. فاهمني؟ تاني نقطة وهي هتبقى مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، ولازم بجد تعملها، هي ورقة المفاهيم. ثانية بس اوريها لك. ورقة المفاهيم لازم تطبعها. ورقة المفاهيم تطبعها وتتدرب عليها. لازم ورقة المفاهيم تطبعها وتدرب عليها. هي كده كده ورقة المفاهيم هتبقى معاك في آخر السنة، والنظام كله أصلا مبني عليها اوبن بوك. فانت لازم تدور تنزلها، ولما تنزلها تتدرب عليها، تحل امتحانات معاها وتمارس فيها، عشان كده كده هتبقى معاك في الامتحان. وحاجة وحشة جدا انك انت ما تستغلش حاجة زي دي اصلا. وهل ورقة المفاهيم هتتغير؟ هي غالبا لا، مش هتتغير عشان تكلفة تغييرها اكبر بكتير من تكلفة الدولة يعني. مش هتتغير عامة ان شاء الله ورقة المفاهيم. يمكن احياء اصلا المفروض في حاجات شالت فيها وحاجات اتضافت فيها، بس هي مش هتتغير برضو. دي تاني نقطة اللي هي ورقة مفاهيم. تالت نقطة بعد ما تطبعها عشان تتدرب عليها في الامتحان، وبمناسبة الامتحان انك انت لازم تحاكي الامتحان. يعني ايه تحاكي الامتحان؟ تجيب مثلا ورقة بابل شيت مثلا، وتجهز تايمر معين وتاخد في مادة وتمتحن. وانت بتمتحن برضه تستعمل دول، وتشوف اللي هينفعك واللي مش هينفعك فعلا، وتشوف اللي موجود في ورقة المفاهيم ومش موجود عشان تسجله تاني وتكتبه عليه عشان تفتكره وتمارس بيه، تعود نفسك عليه. اهم حاجه الحته دي، انك انت لازم تتدرب على الامتحانات دلوقتي، ده وقته، مش تاجل بعدين وبتاع. على امتحان واحد في اليوم، سواء لاي ماده. تمام. دي نقطه. وغير كده اهم حاجه انك انت تتعود على انك انت تمتحن 9 الصبح. ليه بقى؟ او الصبح عامه، او تخلي مراجعتك او مذاكرتك صباحيه. ليه؟ لانك انت هتمتحن اصلا الساعه 9. فانت مثلا متعود فانت بتحل مثلا، بتصحى لحد الساعه 1 الساعه 2 وانت بتذاكر وبتستعيد المعلومه، فانت هتمتحن الساعه 9 الصبح، فدماغك مش هيبقى متعود على الاقل. هي يمكن مش علميه قوي، بس الفكره انك انت لازم على الاقل تعود نفسك حتى الساعه البيولوجيه انك انت تبقى فايق في وقت زي ده عشان تستفاد برضو باقصى استفاده. تمام. وده ينقلنا على برضو المذاكره الصباحيه. غير كده في حاجات برضو تقدر تساعدك في المذاكره، وهي الكافيين. دي حاجه اساسيه اصلا موجوده في القهوه، في الشاي احسن مصادر ليها القهوه، بس ما تكترش منها يعني، كل واحد وحالته يعني. انا بالنسبه لي انا بنام كتير، فانا شايف مثلا الكافيين بيساعدني في النوم، وفي حاجات تقدر تاخدها في صيدليه حاجه زي كده، بس الطبيعي احسن بكتير سواء في قهوه حاجه زي كده. تمام. واهم حاجه، اهم حاجه من كل النقط دي كلها هي علاقتك مع ربنا. ليه بقى؟ ليه مش مفيش حاجه اشرحها. علاقتك مع ربنا دي اهم حاجه من كل النصايح دي، لان كل اللي انت بتروحه ده 50% بتروحه. ورقه الامتحان وجو الامتحان وجو اللجنه حاجه تانية خالص. سعيك في ربنا. ما في ناس بتقطع الكتب خلاص جامده. الفيديو من غير سكريبت واضح جدا. تمام. بتقطع الكتب وجامده جدا ومفيش منها اتنين، وفي وقت الامتحان بينسوا. ايه ده؟ مفيش بينسوا المعلومة مش هتيجي دماغهم، مع انهم حافظينها او عارفينها بس برضو. فانت اهم حاجة في الفترة دي انك انت تقرب من ربنا وتدعي له يا رب وفقني في ثانوية عامة، يا رب استرها معايا، يا رب تعبي وتعب اهلي. فانت تدعي له وانت بتذاكر كمان. احسن حاجة ذاكر بنية انك ترضي ربنا وترضي والديك، فما فيش حاجة احسن من كده. فليس الانسان الا ما سعى. وان سعيه سوف يرى.
انت مفيش حاجه غير كده، انت تسعى وتعمل عليك والنتيجه تسيبها لربنا. بس على اللي تكون خارج من السنه دي مطمن، انا عملت اللي عليا خلاص، انا مش هعمل حاجه تاني، مش هنقعد اتكلم الكلام فبصوا كده تمام. دي اهم حاجه بجد. يعني مثلا ما تجيش مثلا ما تقدرش تصوم عشان الصوم بيقللك تركيزك او حاجه زي كده، فبرضو تسيب الصيام التلات ايام مثلا في الشهر الهجري، او تسيب مثلا صيام السنن تقريبا، او مثلا تكون انت سهران لحد الساعه واحدة وتنام من غير ما تصلي قيام. فايه ده؟ او مثلا تفوت صلوات عشان تذاكر وتجتهد، يعني يا سلام الخمس دقايق دول اللي انت هتصلي فيهم دي هي اللي هتسقطك، هتجيب لك النتائج. انا مش فاهم. بس الكلام ده بقوله لنفسي قبليكوا، بس لاحظت ان مفيش حد اصلا بيتكلم فيه، وانا تقريبا هقعد اسوف، فانا قلت احط نفسي امر واقع، انزل اصور الفيديو ده النهارده وانزله النهارده ان شاء الله، لعل وعسى يكون حد يستفاد لما يسمع الفيديو ده بجد.